السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن مشترياتي لشهر فبراير، فلو انتوا حابين تعرفوا ايه هي مشتريات لشهر فبراير تابعوا الفيديو لحد اخره. اول حاجه اشتريتها هو البي بي كريم ده من جارنيه. الكريم بتاعي خلص، فدي العبوه الجديده. فانا الكريم ده وريتهولكوا قبل كده كتير، وكل الناس عارفه قد ايه انا بحبه جدا. تخطيطه خفيفه، تنفع لكل يوم للصبح، فمناسب للناس المبتدئة وكده، لان هو بجد حلو. بعد كده في الفاونديشن ده من زوان. الفاونديشن ده جديد، انا هعمل عليه ريفيو كامل. انا استخدمته كذا مرة، هعمل عليه ريفيو، فمش عايزة اتكلم عليه كتير. بس هو من شركة اوريفليم، فاسعاره بتتغير كل شوية. فده كان انا اشتريته بسعر 40. والبي بي عشان بس نسيت اقول كان سعره 55. ده جبته الايام دي يعني، فمش غالي قوي. والاوريفليم من زوان جبته ب40 زي ما قلت. هو مفروض للبشرة الدهنية، مكتوب عليه مات. فان شاء الله استنوا الريفيو بتاعه عشان هيبقى قريب جدا ان شاء الله. بعد كده برضو اختي اشتريت الموز ده من ميبلين. ناس كتير قوي اتكلمت عنه. هو ميبلين دريم مات موس. الدرجة بتاعته حلوة جدا. انا استخدمته برضو، وان شاء الله هعمل عليه ريفيو، لان في ناس كتير قوي عايزة تشوف ايه يعني. انا كنت عايزة اشتريه، بس ما كنتش لاقي اي ريفيوهات كتيرة قوي عليه، فانا جربته وان شاء الله هعمل عليه ريفيو قريب جدا. وهي دي الدرجة بتاعته. انا زي ما بقول لكم استخدمت رغم ان انا استخدمت كتير، بس برضو مش يعني الكمية كبيرة يعني. بعد كده اشتريت الماسكارا دي من سيبال، بس انا مش فاتحاها علشان انا بستخدم بتاعتي من ميبلين. بس ان شاء الله هفتحها قريب لما تخلص بتاعة ميبلين. بس سيبال انا سمعت عنها كلام كتير قوي حلو، انها كويسة جدا. فان شاء الله هتعجبني، اللي هي لونها فضي زي ما شايفين. فان شاء الله تبقى حلوة يعني. انا سمعت عنها كلام حلو. بعد كده اشتريت القلم ده بعد ما لقيته. لفيت كتير قوي عبال ما لقيته. هو الكريم ده من الكحل ده من ميبلين. نفس سواده قوي جدا. نفس النوع بتاع المسكرة بتاعت ميبلين اللي انا بستخدمها. سواده قوي جدا الكحل ده، وثابت كويس يعني. فانا ده عاجبني وانصح بيه اي حد، وتقريبا سعره حاجة و50 تقريبا برضه. بعد كده جبت البلاشر ده من اماندا. ده درجة 5. انا كنت مستخدمة درجة 7، اللي هي راح على بامبي. دي راح على برتقان شوية، فعجبتني. بس للأسف يعني اتكسر. بس انا صلحته ان انا رشيت عليه كحول يعني. فانا عاجبني جدا الدرجة، وحسها احلى من التانية. بعد كده نروح للسكين كير او الهير كير. انا اشتريت الشامبو ده من تريزمي. انا كنت بستخدم تريزمي، وبعد كده بطلت لان سمعت عنه ان هو فيه كيماويات وكده. بس بعد كده لاحظت ان كل الشامبوهات فيها كيماويات، فقلت ارجع لتريزمي. ده اللي هو بنعومة الكراتين. حساه حلو جدا يعني، فعلا بينعم الشعر. حتى ساعات مش بحتاج ان انا احط بلسم او اي حاجة. حاسة ان هو ده كويس، بس هو ده بينعم لي شعري. وفعلا مش بحتاج بعديه بلسم، ولا بحتاج بحط زيت علشان اسرحه وكده. ف كويس يعني. انا بصراحة مرتاحة له. ده احلى من التريزيميه اللي انا كنت بستخدمه الاول. تقريبا التاني للشعر التالف، لكن ده الاحمر ده حلو جدا، اللي هو نعومة بالكراتين. فيه كراتين يعني، فمفيد للشعر. بعد كده اشتريت المقشر ده من ايفا. المقشر ده سعره رخيص جدا. ده تقريبا 20 جنيه. ده هو مفروض المقشر لتفتيح البقع، لتفتيح البشرة يعني عامة. بس هو بالترمس والمشمش تقريبا. انا ناوي اعمل عليه ريفيو كامل برضه، فمش عايزة اتكلم عليه كتير. بس انا استخدمته مرة واحدة وعجبني جدا بصراحة، وان هو سعره رخيص جدا. انصح بيه اي حد. انا استخدمته مرة واحدة بس برضه انصح بيه اي حد، لان هو حلو جدا. وهو مكتوب ان هو لجميع انواع البشرة، فلو انت مش عارفة نوعية بشرتك هيبقى حلو. هو الحبيبات بتاعته كبيرة شوية، بس مش مشكلة. بعد كده جبت المرطب ده، لان المرطب بتاعي خلص. ده كلين اند كلير. ده مرطب للبشرة الدهنية، لان هو مكتوب ان هو خالي من الزيوت. ده مرطب مزدوج الفعالية، مفروض ان هو بيرطب كمان بيعالج الحبوب. ف
انا حاساه حلو. احلى حاجه ان هو بيرطب، يعني ايه، ومش يعني مش بيدهن وشك، يعني بتحس فيه ترطيب بس مش بيطلع زيوت كتير. بصراحة عاجبني جدا. هو مفيش ناس متكلمة عنه كتير، مش عارفة ليه، بس انا عاجبني. بعد كده اشتريت الزيت ده من تري شوب. جبت اللي هو 200 ملي. كان عاجبني جدا تري شوب، بحبه جدا، فقلت اشتري الحجم كبير بما ان انا هستخدمه. انا عامله ريفيو كامل عنه، لو كده هسيبلكوا في صندوق الوصف لو حابين تتفرجوا عليه. بس هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اي فيديو انتوا عايزيني اعمله. انا اسراء، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.